الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جالنا سؤال بيقول: هل نقل الدم يبطل الصيام؟ بنقول إن نقل الدم أثناء الصيام يتضمن طرفين. الطرف الأولاني الشخص اللي هيتبرع بالدم، والطرف الثاني الشخص اللي هينقل إليه الدم. المتبرع بالدم في نهار رمضان صيامه صحيح، وده قياسا على الفصد والحجامة، والجمهور على القول بعدم بطلان الصيام بهما بشرط ان هو يأمن على نفسه من الضرر او الضعف. الشخص بقى المنقول اليه فلا يبطل صومه، وذلك لعدم دخول الدم من منفذ مفتوح، فنقل الدم لا يؤثر على صحة الصوم. ربنا يمتعكم بالصحة والعافية، وكل سنة وانتم طيبين.